طب تعالوا نشوف حته كذب كده، اسمعوا. هذه الأسئلة وغيرها كثيرا لا تجد من يجيب عنها، بس هو كلمة بتترمي كده، كتاب المقدس محرف وخلاص على كده. اسالكم بالله انا بطلع اقول الكتاب محرف واسكت؟ يعني ايش حال اللي ورايا؟ طيب اعمل ايه تاني بالله عليك؟ الاول بس انت عندك كتاب البروتستانت 66 صفر، وعندك كتاب الكاثوليك 73 صفر، وعندك الترجمه الحبشيه 81 صفر. اي كتاب مقدس فيهم هتقول لي ده هنا محذوف البروتستانت، هقول لك اثناسيوس الرسولي ما كانش مؤمن الا ب 66 صفر، وكان بيقول ان الاصفار دي مش كتب موحى بها من الله. لم يذكر واحد من الاباء 27 صفر بدون زياده او نقصان قبل اثناسيوس الرسولي، وده مش كلامي، ده كلام البابا توادرس في كتاب مفتاح العهد الجديد صفحه 36 اهو يا فندم. ولم يحسم الامر الا القديس اثناسيوس الرسولي في رسالته الفصحيه عام 367. يوحنا الدمشقي المهم 28 صفر حتى بعد اثناسيوس الرسولي. رساله بطرس الثانيه ما دخلتش في قانون الاصفار المعترف بيها في الكنيسه السوريه الا في القرن السادس. انتوا يا جماعه في ليفل تاني خالص. انا ممكن اقعد اتكلم ايام في التحريف لو افتكرت كل اللي انا عارفه في مساله التحريف. لما الاقي هنا مثلا صفر دانيال الاصحاح الثالث 90 عدد، في حين ان في ترجمه الفان دايك اللي انت مؤمن بيها 30 عدد، في حين ان في ترجمه الكاثوليك اللي المفروض مؤمنين بدانيال 3 بالتتمه بتاعته مؤمنين ان هو 100 عدد. تيجي انت تقول لي كتاب مش محرف؟ انه كتاب اصلا؟